لما يبقى البرلمان يعني لسه ما بقالهوش شهر، وطالع النائب مصطفى بكري النائب الدائم في البرلمان، طالع يقول لك عايزين تقنين الأوضاع للسودانيين، يمدها شهرين. طب هو حضرته قبل كده طالب امتيازات برضو لليمنيين، ودلوقتي السودانيين والسوريين. حضرته مش عارف ان المصريين دول ليهم طلبات بان تنتهي حكايه الضيافه ديت اللي ملهاش لازمه وملهاش حد، واللي هي فقره المصريين اصلا. حضرته ما عندوش فكره ان هم الشعب المصري بيئن من الزحمه اللي هو فيها، ما بقاش لاقي لا سكن ولا لاقي اي حاجه من تحت راس الضيوف، اللي هم ضيوف البركه اللي كل شويه يقولوا لنا مميزات الضيوف. طب حضرتك ما بتتكلم على يعني انت بتعزم في بيت غيرك؟ يعني هو الشعب المصري ده ملهوش في البلد ديت يعني؟ لما كل واحد يعزم على وجود اللاجئين ومش عايز يمشي. وبقى احنا مش بنقول لاجئين، اللاجئين يعني تعدادهم اقل من مليون بحسب المفوضية، وفي منهم ناس اصلا خلاص اتشال من عليهم، او انتفى منهم سبب اللجوء كمان، وبرضه متمسكين بيهم وقاعدين برضه نشوف لهم اي تخريجة كده عشان يقعدوا في البلد. على اساس ايه يعني؟ لما هم نفس الدول دي، السودان بترحل اللاجئين، بترحل الاغراب الاجانب اللي عندها. ليبيا كذلك بترحل الاجانب اللي عندها. سوريا بترحل الاجانب اللي عندها. ايه تاني؟ احنا بس اللي قاعدين نشوف اي حد معدي والنبي اقعد ما تخرجش من هنا، اللي قاعد ما يخرجش واللي داخل يدخل. هو في ايه؟ هو الشعب دوت ملوش اهل يسأل عليه يعني ولا ايه؟ مش فاهمة.